السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. اعمل لايك وشير يا أبو الصحاب، ولو مش عامل متابعة اعمل متابعة عشان ما يفوتكش كتير. بالصدفة شفت لقاء للكابتن خالد الغندور اتكلم فيه عن إن الأهلي سبب رئيسي في سقوط الزمالك، وترد عليه رد ولا أروع ولا أجمل. نسمع كده الحلقة بتقول إيه. الاهلي خد كهربا، وخد مدرب كرة السلة، وخد امام عاشور، وخد اشرف بن شرقي. دول نجوم عندك عشان يضايقك برضه. تمام. وخد زيزو دايركت، ولسه ممكن ثانية، ياخد ثانية، الونش، ثانية، وممكن ثانية. ياخد محمد ثانية، السيد، ثانية، وممكن ثانية. ياخد حسام عبد انا المجيد. معاك انا وممكن معاك كل انا ده. معاك. طب انت معاك فلوس؟ طب معاك، استنى بس هتنافسه ازاي؟ هقول لك بس. مفيش فلوس، تمام، عشان انت حطيت نفسك في ازمات كبيره جدا، انت برضو السبب فيها كزمالك. اسمعني، مش انت قادر. بقى عندك كام لعيب بنفس الصوره عمل عليك قضيه، وكم مدرب عمل عليك قضيه؟ لا كتير. حلو كده. يبقى مين اللي خلق الازمه لنفسه؟ المجالس. مين اللي خلى اللعيبه او المدربين تمشي؟ انت ما بتحاسبش نفسك على اللي انت عملته، انت بس باصص لحاجه تانية وبتتوه في حاجات تانية. ما بتقولش انا عملت ايه، ما بتقولش حليت منين حتى لو ما فيش ماده. هرجع اقول لك تاني، وكلمتك على قطاع الناشئين الحلقه اللي فاتت. انت ما معكش فلوس، تمام؟ اذا كان انت في لعيبه وانت ما معكش فلوس بتسيبها فري، رغم ان انت ممكن تطلعها اعارات او ممكن تبيعها. تيجي تعمل ايه بقى؟ من قبل السنه ما تخلص تعرض ده للبيع، وتعرض ده للبيع، وتعرض ده للبيع. انا قلت قبل كده حتى من زمن، لو تعرضه بمليون، 2 مليون، 3 مليون، تستفاد باي حاجه؟ ما بتعملهاش، بتسيبه ببلاش. بتعمل مشاكل لنفسك، تجيب عقود عاليه جدا للاعيبه ما بتكملش لان الاختيارات بتبقى خطا، تمام؟ فيرفع عليك قضيه فيبقى عليك فلوس. الفلوس مش موجوده يبقى بفايده، تمام؟ مثلا 4 5 سنين عشان تطلع لي لعيبه حتى ما حدش يتحكم فيا. قطاع الناشئين ما بتشتغلش بين يوم وليله. طب قطاع الناشئين انت بتتكلم على الماده، قطاع الناشئين مش محتاج ماده، محتاج نظام والتزام ومدربين وحاجه تبقى فيه مراقبه وشغل كويس عشان يطلع لك لعيبه. انت ما عملتهاش، لان قطاع الناشئين كله لو انت صرفت عليه 100 مليون، صح كده؟ بتتكلم في 100 مليون اللي هو اصلا 8 لعيب، تمام؟ وانت اصلا بتعرف تتصرف في ال 100 مليون. لو صرفت عليه فانت هيطلع لك لعيبه، ما طلعلكش لعيبه، انت سبت البنيه التحتيه وسبت اللي فوق. فانت مش يعني لازم، انا مش عارف ليه، بس الناس لازم تشتغل يا جماعه. الناس لازم يبقى عندها حلول. اقول لك حاجه، الناس اللي ما عندهاش، يعني انا اسف في الكلمه، صياعه في الكوره ولا صياعه في الاداره، ما تشتغلهاش. حتى انا بتكلم على المدربين، لازم يبقى فاهم اللعيب. انا عايز اقول لك، وانا شغال في التدريب انا لازم اعرف اللعيب ده دماغه بتقول ايه. انا بطلع كلام اللي اللعيب عايز يقوله، عارف هو عايز يقول ايه. انت فاهمني؟ فانت النهارده لو انت مش فاهمه وهتنزل معاه لفكره، مش هتعرف تتعامل معاه. انت لازم تنزل لفكره عشان تتعامل معاه. طيب سمعت؟ المشكلة عندك انت، منك فيك، انت اللي بتدمر نفسك. او زي ما قال الكابتن ميدو زمان، كل دمار حصل في النادي الزمالك كان بأيدي ابناء نادي الزمالك.